بشوف ان اساسيات الثقة بالنفس 3 حاجات. رقم 1 انك اوعى تربط علاقتك مع نفسك وثقتك بيها باشياء متغيرة، زي جمال الجسم، زي الشكل، زي الوظيفة، زي حتى تفوق العيال. دي كلها حاجات متغيرة، سبحان من يغير ولا يتغير. وده يقودنا لان احنا نربط ثقتنا بنفسنا في حاجات احنا نقدر نثبتها. زي ايه؟ زي رضا ربك سبحانه وتعالى، زي انك تحطي نفسك في اختبارات وتنجحي فيها، زي انك تقولي انا هخس وفعلا تخسي. تاني حاجة، لازم تواجهي نفسك بعيوبك وتتقبلي آدميتك. معظمنا بيبقى فاكر ان هو لوحده اللي كده، يعني انا لوحدي اللي بخاف، انا لوحدي اللي ضعيف. لا، لازم تعرفي كويس ان ده سيكولوجية البني ادم. فلما تلاقي حاجة زي كده ما تحسيش ان انت ضعيفة ووحشة وثقتك بنفسك تبدأ تنزل. لا، واجهي نفسك بعيوبك وقولي ده اللي هشتغل عليه، لا ده انا مش هقدر عليه. تالت حاجة، اوعي تحيطي نفسك بناس فشلة او بناس بيضربوا فيكي او بينقضوا فيكي. في ناس هتقولك ايه، والله لا وانا مش هكترث ولا اهتم. لا، يبقى انتوا مش فاهمين حاجة. الانسان كائن ادابتيف، يعني بيتأقلم على كل شيء حوله. ربنا يحيطكم بالخير.